السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يعيد علينا الايام وعليكم بخير يا رب، اللهم امين. طبعا ما ينفعش يعدي العيد بقى علينا من غير ما نعمل الفتة الجميلة، فتة اللحمة. الطبق اللي انتوا شايفينه ده تمام. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. طبعا انا عندي حوالي نص كيلو لحمة. جبت حلة حطها على النار، حط عليها معلقتين زيت. طبعا هبتدي انزل بقطع اللحمه بتاعتي. طبعا قطعيها الحجم اللي انت عايزاه، انا بالنسبه لي الحجم ده كده كويس تمام. هنزل بالكميه كلها بتاعتي. طبعا بقى لابد من حته سمينه كده في اللحمه عشان خاطر طبعا تعمل لنا الشوربه الدسمه الجميله دي تمام. هنزل بقى بالكميه بتاعتي كلها كده زي ما انتوا شايفين. طبعا هديها صدمه كده على الوشين، هبتدي اقلب فيها زي ما انت شايفة. طبعا بص لونها بيتغير ازاي. خلاص هديها بقى رشة فلفل اسمر تمام، وابتدي بقى اقلبها برضو زي ما انتوا شايفين كده. افضل اقلب فيها كويس بحيث ان كل الجناب بتاعتها كده تاخد الصدمة، تتحمر كويس زي ما انتوا شايفة كده. طبعا عندي بقى طماطمايه مقطعها 4/4 وبصلايه كذلك الامر برضو. عندي بقى البهارات بتاعتي اللي هي بهارات لحمة، وبحط عليها بقى الورق اللورة والحبهان، بس بطحنهم بقى يعني ايه، بحطهم مع بهارات اللحمة وبرضو بهارات الفراخ، يعني بحط هنا وبحط هنا، بحطهم مطحونين. بصوا معايا بقى ايه، مية مغلية، مية تكون سخنة يا جماعة مش مية ساقعة. انزل عليها كده زي ما انتوا شايفين واسيبها بقى ايه تغلي. ما احطش فيها ملح ولا اي حاجة خالص غير هي البهارات والفلفل الاسمر بس. طبعا بقى هنا معايا حلة الرز بقى الجميل بتاع الفتة، هنعمله مع بعض تمام. عندي بقى الزيت هنزل بيه. حطيت بقى الرز طبعا مغسول ومتصفي، واحط بقى الملح واديله بقى كام تقليبة كده زي ما انت شايفة عشان يبقى مفلفل معايا كده، ما يبقاش معجن. طبعا لما يتحمر كده، مش يتحمر يعني ايه، يتقلب كده كام تقليبه في الزيت السخن وكده، يتشمع بقى بالزيت ما يعجنش معانا ويبقى مفلفل كده وجميل. هتلاقيه مفرفط من بعضه كده. طبعا بصي بديله بقى كام تقليبه. وطبعا هجيب برضو ميه سخنه، بصوا البخار طالع منها ازاي تمام. انزل بيها بقى كده. طبعا اخلي بالي من عيار الميه عشان ما يزيدش مني، والرز ايه يعني خساره ان هو هيبوظ مني وكده. طبعا انا بقى ايه كده نقلته على عين تانية، وطيت عليه بقى شرب الميه بتاعته وطيت عليه. طبعا بقى هعمل الصلصه. احط على الشوربه معلقه سكر بقى، دي بتفرق على فكره في الطعم، وكمان بتساعد على تسويه اللحمه بسرعه تمام. طبعا انا بقى هنا عندي حله، حطيت فيها بقى زيت، حطيت فيها بقى معلقه توم كده محترمه تمام زي ما انتوا شايفين. هقلبها بقى كده لحد ما تصفر، يعني ما تغمقش، هي تصفر بس زي ما انت شايفه كده. بعد بقى اما تاخد معايا اللون الذهبي الجميل ده، هنا بقى الشوربه بتغلي زي ما انت شايفه، وكده الرز خلاص خلص تمام وطفت عليه. ده بقى التومه بتاعتي كده اقلبها عشان تاخد اللون الذهبي الجميل ده. ماشي. هي لسه كده ما خدتش اللون، طبعا هي كده خدت اللون الذهبي. طبعا انزل بقى عليها بشويه خل كده، يا سلام بقى على الريحه بقى، فتة الخل والثوم دي بيبقى ليها حاجه تانية. نزلت بقى عليهم بعصير الطماطم زي ما انتوا شايفين. برضه هحط عليها رشة سكر ضروري على فكرة، الفلفل اسود تمام، والملح بس، متحطش اي حاجة تاني. هي كده خلاص، نسيبها بقى على النار كده تغلي وتاخد راحتها لحد ما تتسبك. طبعا انا بقى هنا عندي عيش جبته زي ما انت شايفة كده، قطعته
هحط عليه برضو شوية زيت. تمام. عايزة بقى تحمريه في زيت كده زي البطاطس براحتك، عايزة بقى تحطي عليه معلقتين زيت كده ورشة ملح ورشة فلفل اسمر وتدخلي الفرن برضو براحتك، معاكي دي ومعاكي دي. انا بقى بحب اعمله كده، احط عليه رشة فلفل اسمر على رشة ملح. تمام. واقلبه بقى بمعلقتين زيت كده زي ما انت شايفة، عشان اخلي الزيت كله يدخل جوه العيش كده ويشرب من الزيت. وبدخله بقى في الفرن تحت الشواية كده، وافضل اقلب فيه لحد ما ياخد اللون اللي انا عايزاه، بيبقى محمص كده وجميل واخد لون حلو برضو. طبعا انا هنا بقى خلصته كده زي ما انت شايفة، وهفرده بقى في الصينية كده. هدخله بقى ايه، هدخله الفرن. طبعا انا معايا التسبيكه خلصت. احط بقى مكعبين مرق الدجاج لان انا ما حطيتش فيها ملح ولا اي حاجه خالص، هي البهارات بتاعتها. مكعبين المرقه بس، هسيبهم بقى يغلوا مع بعض بالظبط 5 دقايق وبعد كده اطفي عليه. بص اللحمه عامله ازاي، اللهم بارك، دايبه دايبه جميله، حاجه تحفه بصراحه. والطريقه اللي انا عملتها بيها دي على فكره بتاخدي منها حبه شوربه بيبقوا تحفه. طبعا هنا بقى معايا العيش اتحمر زي ما انت شايفه كده، انا بحبه بالطريقه دي، بنزل عليه بكبشه شوربه بس زي ما انت شايفه، كبشه واحده مش اكتر من كده، عشان العيش يفضل معايا كده مقرمش وانا باكله. وبرده كبشه صلصه بس، متحطيش اكتر من كده. بعد كده بقى بتنزلي بالرز. بص الرز مفرفط ازاي، مش معجن ومش ماسك في بعضيه خالص زي ما انت شايفه. طبعا هنرصه بقى عليه، وترصي بقى الصلصه زي ما انت شايفه كده. وبص الطبق معايا خلص، شكله يفتح النفس بصراحه، جميل جدا. وبألف هنا وشفا على قلبكم، ويا ريت تجربوا الطريقه بتاعه سلق اللحمه وطريقه الفته بالطريقه دي جميله. وبألف هنا وشفا على قلبكم. ما تنسوش بقى يا جماعه اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد. كل سنه وانتم طيبين.